مساء الخير. انظروا إلى هذا الكرسي الموجود بجانبي جيدا. كان من المفروض أن يجلس عليه اليوم شاب تعدى 40 بقليل، وهو كان مطاردا من إحدى عائلات الصعيد للأخذ بالثأر منه، لأنهم كانوا يتهمونه بقتل 4 من شباب العائلة. وقد ألقت أجهزة الأمن القبض عليه وحكمت عليه بالسجن المؤبد، ثم قررت محكمة النقض براءته لعدم ثبوت الأدلة عليه. وبعد خروجه من السجن كانت تذهب عائلة القتلى كل ليلة أمام منزله لتطلق النيران، ثم تفر هاربة عندما تشاهد سيارات الشرطة. كان من المفترض أن يكون بكير ضيفنا الرئيسي في حلقة الليلة التي نخصصها للحديث عن الثأر، وفي أثناء ذهاب فريق العمل لتصوير تقرير عنه في قريته فوجئنا ونحن في الطريق إليه بخبر مقتله، وبذلك انضم بكير لقائمة طويلة لضحايا الثأر. ومع صرخات أقربائه وهم يشيعونه لمثواه الأخير كان السؤال يتردد: متى ينتهي طوفان الدم؟ طوفان الدم الذي يبدأ ولكن لا أحد يعرف متى ينتهي. أهلا بكم في حلقة الليلة من حصلت قبل كده، والتي ستحمل عنوان الثأر. لو بدأت شرارة الدم تاني العلاج التاني هيموت. فجوا الصبح قالوا احنا اتخانقنا وقتلنا واحد. العين بالعين والسن بالسن. مشاجرة بسبب ركنة عربية. أنا على أتم استعداد اللي هم عايزينه أنا تحت أمرهم فيه، وطبعا في ربنا إن هم يعفوا عننا لوجه الله. انا طبعا لازم ارضى، كتير لازم ارضى، قليل لازم ارضى. أهلا بكم من جديد. يسعدني أن أرحب بضيوفي على المنصة حضرة اللواء محسن الجندي مدير أمن سوهاج الأسبق. مساء الخير سيادة اللواء. الدكتور محمد زكي الأمين العام للجنة الدعوة والمصالحات بمشيخة الأزهر الشريف. اهلا وسهلا. مساء الخير. والدكتور أحمد ماهر عبد الباسط وكيل لجنة المصالحات ببيت العائلة بأسيوط وعضو لجنة المصالحات بأسيوط. مساء الخير. اهلا وسهلا. الحكاية الأولى في حلقة الليلة حكاية تعبر عن واقع بشكل مقتضب لواقع صغير، يعني تعبر عن واقع صغير لواقع كبير نعيشه وتعيشه بعض المناطق في مصر. حكاية عبد العزيز محمود محمد من مركز البديري بأسيوط. أسرة الحاج عبد العزيز دخلت في مشكلة مع عائلة أخرى من نفس القرية أدت إلى تشابك ومن ثم بإطلاق النيران، ووقع على أثرها ابن الحاج عبد العزيز قتيلا، فلم يهدأ ابن شقيقة الحاج حتى أخذ بثأره. ونتيجة لتلك الخصومة صدر حكما على نجل الحاج عبد العزيز الثاني بالسجن 15 سنة مع الشغل، ويقول ما بقاش في حاجة ممكن أخاف عليها. خلونا نشوف هذا التقرير الذي يلخص قضية الحاج عبد العزيز محمود محمد، ومن ثم نكون معه مباشرة.
اللي احنا عرفناه ان هم كانوا جايين واقفين بسلاح قدام بيته، وطبعا احنا من العوايد بتاعتنا ان غلط ان حد يقف بسلاح قدام بيتك يربط الحد او يضرب حد قدام بيتك، لانه لو ضربه قدام بيتك يعتبر ضربك انت. طبعا ده اتكلم مع الجماعه دول بذوق، قال لهم اتفضلوا وامشي. طبعا غلطوا فيه ودقوا فيه وضربوه وضربوا الواد بطلقه وراحوا ماشيين. فدي ابنه طبعا برضه وقف مع ابوه ان هو يمنعهم، يا اخوانا ما ينفعش تقفوا قدام بيتنا بسلاح وتضربوا حد. فطور الكلام زاد، اللي احنا عرفناه ان هم راحوا ضاربين ابن خالنا عبد العزيز ده هو، وبدات المشكله في كده يعني. لو حد قتل ابني واخد بالك، ربنا قال والقرآن قال العين بالعين والسن بالسن. طبعا ما رضينش بالصلح، خلاص احنا معانا عيالنا خدت حكم وهم واخدين حكم ومفيش اي صلح، كل ما يبعتوا لهم على الصلح رافضين الصلح. طبعا احنا بنناشد الناس دي كلها، لاي حد مثلا مختص في الدوله ان هو يتدخل يوقف يعني تيارات الدم ده هي عشان ما تزيدش، لان لو اتضرب حد تاني من العيله التانيه مش هتخلص. لو بدأت شرارة الدم تاني لا يغنيها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، العلاج التاني هيموت. وبالنسبة لي أنا ما خايفش، يوم ما الاقيش وما فيش حاجة، لو معايا بنت أخليها تكر وتموت. حاج عبد العزيز، مساء الخير. مساء النور يا باشا. اهلا بيك. أهلا وسهلا. طبعا هذا الموضوع موضوع شائك جدا، يعني قصة الثأر وأخذ الثأر في بعض المناطق والمحافظات والقرى في مصر، موضوع يعني ليس من السهل أنك توجد حل له، ولكن شو اللي حصل معكم بالضبط حاج؟ قصة من بدايتها. يعني بالنسبة لي أنا كنت أصلي في الجامعة أنا وابني المرحوم هيثم عبد العزيز، وجينا لقينا جماعة من العقال القبلي من أحد العائلات المحترمة في العقال القبلي قاعدين قدام يا أخواننا في هيك. قال والله الناس كانت معاهم مش من نفس العائلة، قالوا ده مستنين واحد مخبر متعاركين معاه وعاملين له رباط على اساس يضربوه. انا قلت ازاي؟ انا ما حدش يضرب حد قدام بيتي. فطبعا حصلت المشاده الكلاميه بيننا وبين بعض، واتطورت قعدنا نضرب في بعض. من ضمن انا مضروب بمطوايه كانت في ايدي هنا، ومضروب برضه بدبشك بندقيه متكسر اسناني. وده المتهم اللي قتل ابني ده وسافر السعوديه. قتلوا بطخوا بالنار يعني؟ طخوا بالنار، ضربوا بالنار، فجات طلقات في رجله على اثارها توفى بعد يومين. صابوا في رجله وتوفى؟ طبعا نقل على المستشفى في اسيوط، واستقر يومين وتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه. شو صار بعدها؟ طبعا زي ما انت عارف الوضع القبلي بالنسبه في الصعيد لازم من التار. طبعا لازم تاخذ تارك، لا ما تقدرش تعيش في بيتك ولا في مكانك. فطبعا حصل انه بعد احد الايام ما لقيناش، لقينا ابو اللي ضرب ابني. اللي ضرب ابنك سافر في نفس اليوم؟ سافر، ضربه في الليل، في الصبح كان مسافر راح السعوديه. طبعا هو مستقر هناك في السعوديه، هيشتغل وبعت فلوس، ومرته تسافر له وترجع البلد. طبعا اتهم ابني انا الثاني واخد 15، واولاد اخويا واخدين 15. فيهم واحد واخد من ولد اخويا سعودي واخد 15 بس ممسوك، مسكها الشرطه ومنفذ عليه 15 سنه ورفع له نقد. انا ابني وابن اخويا الثاني محمود
ده لا واخدين احكام غياب. طيب مين اللي اخذ بالثأر؟ الشاب اللي قتل ابنك سافر والله وراح هم- السعوديه؟ إيه؟ الشاب اللي قتل ابنك سافر. سافر يعني. طيب انتوا اخذتوا الثأر من مين؟ من ابوه. من ابوه، من ابو الشاب اللي قتل. طيب شو دخل ابوه؟ ما لقيناش حد، ما لقيناش ما فيش حد صادفنا غيره هو. يعني هو ضروري كان حد يصادفكم من العائله تاخذوا الطار، ولا الطار كان لازم تاخذوه من الشخص اللي قتل؟ ده من لانه حضرتك كمان بالتقرير ذكرت بمقوله مهمه، السن بالسن والعين بالعين. يعني السن بالسن والعين بالعين، يعني من قتل يجب ان يقتل اذا بدنا والله نحكيها إذا- بالسهل، بس مش ابوه يعني او اخوه. والله انا الموضوع ده هو خارج عن نطاقي. انا راجل يعني مؤمن بالله وبقضائه وقدره، ولكن ما احبش يعني يعني اعوز ايدي بالدم. هو اتعملت من ورايا، انا كنت في شغلي وابني كان نايم في البيت المسمى اللي اسمه شربيني ده. نعم. لا يعني لا حد قال قدامي اضرب ولا ما اضربش، غير جاتني اتصالات انه فلان اتضرب. مين اللي ضربه؟ انا دلوقتي ما اعرفش مين اللي ضربه، بس يقال انه بس احنا متهمين فيه. لما في ما في شيء مؤكد، لانه هن يقال انه ابن اخوك هو اللي راح اخذ بالتار. الاقاويل انه ابن اخوي اللي راح خد بالتار طبعا، لكن انا ما اعرفش. لا هو قال قدامي ولا انا اعرف انه. طيب هو هربان ليه؟ اذا ما كانش هو اللي اخذ بالتار فهربان ليه؟ والله هربانه ما يعني منا ما تتعدل يعني. بالنسبه لنا الواحد عقبه طاير لغايه ما تمسك الحكومه. لما في واحد في السجن يقول لك منا منتظر. طيب انت دلوقتي حج وين مرتاح اكثر؟ يعني انت مرتاح اكثر او مستقر اكثر فين؟ قبل الطار ولا بعده؟ يعني انت ارتحت اكثر لما اتاخد بطار ابنك، ولا قبل كنت مرتاح اكثر؟ لا قبل ما اخذ التار كنت مرتاح اكثر. لكن دلوقتي ما كانش عندك مشكلة الضغط القبلي والعشائري والعائلي، انه انت ابنك اتقتل لازم تروح تاخد بطاره، لازم كل واحد له ظروفه. انا ظروفي كنت في الوقت ده غير مستعد لاخذ التار، على اساس اخذه في وقت اكون عندي ماليه. طيب ما زال انت كنت مرتاح اكثر قبل اخذ الطار، لما عرضوا عليك الصلح رفضت ليه؟ لانه تعرض عليك الصلح قبل ما تاخده بالطار، رفضت ليه؟ ليش ما قبلتش بالصلح يومها؟ لا احنا ما تعرضش علي الصلح، اتعرض بعد ما اخذنا التار. بس فيه ناس لها مآرب اخرى، ناس عايزانا ندمروا بعضينا، ما رضيتش بالصلح. يعني ممكن تشيل كفنك وتروح لهم دلوقتي؟ انا ازاي اشيل كفن؟ يا ما انا ولا ابني عنده واخد كليه اصول دين، عنده 23 سنه، شاب ما تجواش. اروح اشيل كفن انا واروح الواحد عنده 80 سنه؟ ده هو اللي عودنا عن خساره ابني ده. تعليم يعني بتعتبر اخذ الطار عوضك عن خساره ابنك؟ من ناحيه يعني انت بتقول انه الراجل ده، انه لما يعني بما معناه لما اخذتوا الطار بقتل الراجل ده، يعني اعتبرته انه ده عوضك عن مقتل ابنك، يعني هو العادات يعني طفى نارك بمعنى اخر. هو العادات والتقاليد كده. طيب دلوقتي انت حابب تصالح معاهم؟ والله انا يعني بالنسبه لي بالنسبه لهم عايزين يصطلحوا ما يصطلحوش. انا برضه يعني بالنسبه نادى اهل الخير اذا كانوا قابلين الصلح نصطلحوا، علشان بالنسبه لي انا مهدد وهم مهددين. انا هذا اللي بدي اسالك، انت مش خايف يقتلوك؟ يعني قتلوا الكبير، قتلتوا الكبير بالعائله الثانيه. أيوة. مش خايف انه ياخذوا بالطار ويقتلوك شخصيا؟ معرض للقتل وهم معرضين للقتل. والحل يعلم ربنا سبحانه وتعالى.
طيب حاولتوا تتصلوا فيهم وتكلموهم؟ لا أنا بالنسبة لنا ما تتصلش أنت بخصمك. طيب ما حاولتوا عبر وسيط انه يتصل؟ ولا أنت اللي يتدخل بينك وما بين خصمك أهل الخير لكن مباشرة. طيب انت اليوم على الهواء، يعني انت اليوم اكيد هم شايفينك، وجه لهم الرسالة اللي حابب توجه لهم اياها، يعني لأهل القتيل، يعني اللي مات، يعني القاتل والقتيل، يعني انتم صرتوا بين قاتل وقتيل. اليوم العائلة الخصم اللي هي، لانه اليوم الطار ما بيجر الا الطار، يعني القتل جر القتل، راح يجر قتل، راح يجر قتل، راح تقضوها كل العمر ناس تقتل ناس لتاخذ طار ناس، وهيدا بده يوصل لمكان وينتهي. اليوم نحن خلينا نحدد الخسائر بالشباب اللي راحت الله يرحمها. انت اليوم شو بتقول للعائله الثانيه، شو بتقول لهم؟ والله انا هم يعني خسروا واحد وانا خسرت واحد وتنزف وخسرنا ماديا وكل شيء خسرناه. اللي خسرناه عمرنا ما نقدر نعوضه، وليهم هم والجميع الناس المتخاصمه يعني عامه. بس هن تحديدا شو بتقول لهم؟ يعني وجه لهم لهم، يعني شو بتقول لهم؟ يعني هلا شو بتقول لهم؟ بتقول لهم مثلا انا بدي اجي لعندكم انهي هذا انا ما اقدرش اقول الكلام ده. ليه؟ ما تقدرش ليه؟ ما بالنسبه لي عيب بالنسبه لنا عيب. هو أنا اللي أقدر أقوله كفى شر المؤمنين القتال. خليني بس أتوجه للدكتور محمد زكي. دكتور، بحالة مثل هاي كيف فينا نحل المشكل؟ يعني الحاج بيقول لك أنا عيب، يعني هو وكأنه بداخله في رغبة لوقف النسف بين العائلتين، إنه مشكل صار وقع أدى إلى وفاة ابنه ومن ثم إلى وفاة والد القاتل. طبعا الثأر راح يخلينا بدل ما يكون عندنا قتيلين راح يصيروا يمكن 10 و20 و100. يبدو في رغبة بمكان ما إنه يتوقف هذا النزف. شو الحل؟ يعني إذا الحج هو شخصيا بده يطلب أو يروح لعندهم، عيب بالتقاليد إنه هذا معيب، شو الطريقة؟ المسلم على وجه الخصوص والإنسان على وجه العموم لابد وأن يكون يعني أهل صفح وعفو، وأن يكون يعني مهتديا مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا في المنطق والأصول والعموم. هناك موروث نعم. اجتماعي جاهلي. هذا الموروث أولا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من المنوط به القصاص؟ من الذي ينفذ القصاص حتى هذا لا الموضوع يتحول لا يتحول بس لحظة هذا الموضوع سنتطرق إليه مطولا مع حضرتك، ولكن نعم. اليوم نحن أمام حالة معينة، وحضرتك يعني أمين العام للجنة الدعوة والمصالحات بمشيخة الأزهر، يعني حضرتك أنت تتبنى أو تشرف على المصالحات على كل لجان المصالحات بمصر. طيب كويس، يعني أحسن نعم. وأحسن نعم. قدامنا حالة، هالحالة علنا تعتبرها أنه من العيب أنه هو يطلب المصالحة مع الفريق الآخر أو أن يقبل مصالحة الفريق الآخر، وممكن تكون العائلة الثانية كمان عندها نفس التطلع، ولكن هذا الموروث اللي تكلمنا عنه هو اللي بيمنع الحج وغيره انه يقدموا، لانه ممكن يكونوا من العقلاء، يعني نحن قدامنا شخص من العقلاء الذين يريدون انهاء هذا الدم، ولكن الموروث هو الذي يمنعه. حضرتك شو الدور اللي فيك تلعبه من اجل انه تتم المصالحة بين الشيخ بين الحج عبد العزيز وبين العائلة الثانية، ونضع حدا لهذا الدم وللقتل بين العائلتين؟ أولا الاعتذار بالنيابة عن عائلته لأهل المقتول، لأنه هو رايح له شاب
أنا أقول لك لم يكن القاتل المقتول هو الذي قتل ابن الحاج عبد العزيز، ما ذنبه؟ لابد أن يتبرأ هو أولا ويعتذر عن هذه، ثم يقبل نصح الناصحين ودعوة أهل الخير لإنقاذ يعني العائلتين من دمار يطول أمده ويطول زمانه ويتعدى إلى جميع أفراد العائلتين، بل ربما يتعدى إلى الآخرين والعياذ بالله رب العالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقبل الصلح، وهؤلاء من خلال لجنة المصالحات والوجهاء والحكماء يقبلون دعوة الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. وتتم المصالحة بأمر الله عز وجل عن قناعة نفسية دينية راضية بقضاء الله وقدره. شكرا. دكتور أحمد، نعم. في حالة مماثلة ماذا نستطيع أن نفعل من أجل إنهاء؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشكلة الحاج عبد العزيز أحد المشاكل اللي هي كثيرة عندنا في أسيوط. دائما وأبدا لما بتحدث هذه المشاكل، بس عذرا، بس نادرا أو قليلا جدا ما يعني ما تجد شخصا عاقلا يعرف مخاطر وتفاعلات هذه القضية. ما هو يعني حضرتك أنا من خلال الأشخاص اللي قابلتم في ناس حادين جدا، ما يعني هو لا يقبل في التفاوض. حضرتك هو عاقل دلوقتي لأن هو من وجهة نظره أخذ حقه في الدم. نعم. فأصبح إن هو دلوقتي مالوش دم، فعايز يرتاح. هو دلوقتي في القضايا عنده أبنائه في السجن والطرف الثاني في السجن، فبيقول أنا خدت حقي في الدم، فأنا محتاج دلوقتي، إحنا اتدمرنا، هو اتقتل وأنا اتقتلت دلوقتي، وهو اتخرب بيته وأنا اتخرب بيتي والسجون منتظراني. في الحالة العامة دي الطرفين ما بيلجأوش، ممكن الطرفين بيبقى محتاجين يصطلحوا بشراهة ولكن ما بيعلنوش حضرتك، لأن عندنا صحيح. طبعا عزة النفس. فعندنا طبعا لجان الخير وأهل الخير من المصالحات بتتدخل، ولابد المصلح يدخل بداخل أحشاء كل طرف عشان يقدر يحقق أغراضه ويقدر يقنعه. هو في حد ذاته ممكن الحاج عبد العزيز يكون عايز يرتاح وعايز يتصالح، ولكن لا يمكن بشتى الوسائل يقول لك عايز اصطلح طبعا، ولا يمكن هيبعت علنا. لك. يعني احنا على مشاكل كتيرة جدا متماثلة معاليك. الأطراف في السر يبعتوا لنا عايزين نرتاح، ولكن لما نيجي نتفاوض بتكون المفاوضات شرسة جدا جدا في العلن، وخصوصا لما يكون متواجد أهل القرية والناس المحيطين. أحب أوجه فعلا، احنا في أسيوط عاملين نموذج رائع جدا 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 مع معالي مساعد الوزير مدير الأمن، عاملين حصر لجميع المشاكل السارية في محافظة أسيوط. غالبا السنتين اللي فاتوا تقريبا حلنا ما يعادل 60% من مشاكل الصقر، وعملنا كل مركز حقيقة عمل حصر لعدد المشاكل في القرى، واللجان طبعا شغالة. وعلى فكرة أنا أحب أوجه أهل الخير اللي هم بيشتغلوا بصفة غير رسمية أكثر فاعلية من اللجان الرسمية، لأن اللجان الرسمية بتاخد طابع ورقي وطابع روتيني وطابع غير منهجي، ولكن اللجنة اللي هي الأهل الخير اللي بيعمل الحاجة دي بدافع الخير فبيكون أكثر ديناميكية وأكثر حركة. حضرة اللواء، ايوه هو يعني انتوا بيقولوا فين بالصح. بالوقت اللي الناس هي عم تاخد طار بعضها وتحصل حق الدم بعضها البعض؟ يعني انتوا فين كأمن كدولة كقانون؟ هو حضرتك يمكن بعد 25 يناير كان في هروب كبير للأسلحة وخاصة في الصعيد. نعم. ده اللي بيشجع الأشخاص إن هم يتعاملوا بالسلاح، وسرعة التعامل بالسلاح بيؤدي إلى الصقر. بالإضافة حضرتك إن العادات والتقاليد اللي في الصعيد زي اللي الحاج عبد العزيز كده بيتكلم، لازم بياخد يتعامل بسرعة، بحيث إن هو ضرب واحد وتوفى. واخد بال سيادتك؟ فدلوقتي النهارده ان العادات والتقاليد اللي موجوده في الصعيد والموروث الثقافي بيأثر على كل الحالات اللي موجوده. بالاضافه حضرتك ان سرعه اتخاذ القضاء في الاحكام بيخلي المواطن الموجود بيحس ان هو مش هياخد حقه سريعا، فبيحاول ياخد حقه بايده. طيب انا سؤال بدي اساله، هل انتم كدوله
كأجهزة أمنية تابعة للدولة تتدخلون في المصالحات؟ لازم. هو في حضرتك يعني لجنه، بتفوتوا في المصالحات في لجنه بين اسمها لجنه العائلات؟ المصالحات بالتنسيق مع المحافظه. نعم. واخد بال حضرتك؟ اللجنه دي حضرتك طالما في دم موجود المفروض اللجنه دي بتفعل، بالاضافه ان اجهزه البحث اللي موجوده في المديريه التابعه لها الحادثه بتنتقل على طول لحد من وجود السلاح، وفي نفس الوقت محاوله التقريب ما بين الطرفين. حج، بتحب تقول كلمة أخيرة قبل ما تغادرنا؟ يعني بتحب توجه رسالة لحدا معين؟ الجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وتحابوا وابعدوا عن الثأر، لأنه دمار للإنسان ماديا وجسمانيا. ولا ابن أخوك اللي أخذ بالثأر بتقول له شو؟ والله ربنا يصلح حاله وحال المسلمين. هل ممكن أن تتبرأ مما فعله؟ ده هو يعني انا يعني هو بالنسبه لوالد اخويا ما اعرفش انا هو اللي ضارب ولا ما ضاربش، ده هم مسمين ابن اخويا وابني وابن اخويا الثاني. هني متهمينهم بس من دون ما في اي شيء بيأكد. الله اعلم. بعد الفاصل حالة وتجربة جديدة نستمع إليها من صاحبها، ابقوا معنا. أهلا بكم. نتابع هذه الحلقة التي هي تحت عنوان الثأر أو الطار والأخذ بالطار. الحاج إبراهيم أبو زعفان من قرية الكوداية بمركز أطفيح، وقد وقعت مشكلة كبيرة بين عائلتين بسبب ركن سيارة، وعلى أثرها تم استخدام السلاح في المشاجرة وإطلاق النار، فقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري. تدخل العقلاء للصلح بين العائلتين واتفقا على التحكيم العرفي، والحكم كان بدفع الدية وتقديم الكفن، وتجري العادة أن كبير العائلة هو من يقوم بتقديم الكفن وليس صاحب المشكلة نفسه. وبناء على ذلك قام الحاج إبراهيم كبير العائلة بتقديم الكفن نيابة عن العائلة بالكامل. دعونا نرى. بسم الله. بس حاجة مقدمة اللي حصل ان احنا كنا هنا وولاد اخويا في حلوان، فجاوا الصبح قالوا احنا اتخانقنا وقتلنا واحد. كان مشاجرة بسبب ركنة عربية أدت إلى وفاة ومقتل الحاج رمضان السقا رحمة الله عليه، وكان طبعا عيلته كلها كانت حريصة إن هي تاخد حقها. في أهل خير قاموا بالوساطة بيننا وبينهم يعني، وطبعا الناس الفريق الثاني أو الطرف الثاني جزاهم الله خير تقبلوا الوضع بعد محاولات ماراثونية زي ما بنقول. وطبعا عقلتهم وفكرتهم بشرع ربنا وبالعرف وإن الدم بيجيب دم، فالناس استجابوا وقال خلاص اللي أنت شايفه هتعمله أدام هيرضي ربنا إحنا متجاوبين معاك. تم تقديم الدية وتقديم كفن ليهم لإرضائهم وللبعد عن الدم. أنا طبعا لازم أرضى، كتير لازم أرضى، قليل لازم أرضى، والحمد لله اللي هو جاء اللي هي جت كده، أحسن ما كنا نقول نقع في طار ومش طار ولازم ينتهي. حاج إبراهيم أبو زعفان، مساء الخير. الله يخليك. أهلا بك. حاج، السؤال عندما ذهبت لتقديم الكفن، أيوة. ماذا كان يعني شو اللي كان ممكن يترتب عن تقديمك للكفن؟ يعني لما تروح تقدم الكفن للعائلة اللي قتلها شخص أو قتلها فرد من أفرادها، أيوة. هو معناه شو؟
يعني انا قدمت ان كفني انا عشان اراضي دي، عشان اراضي الطرف الثاني اللي هو ولي الدم. طيب يعني ايه المعنى، يعني ما هو المعنى لتقديم الكفن؟ يعني انا اخذت كفني وقدمته، يعني شو يعني بقول لهم انه انا جاي تقتلوني؟ ايوه انت صفحت عني كتر خيرك، انا بقدم لك كفن اليهود وممكن ما يصفح، ممكن ما يصفح بقى، هو حر. طيب يعني اذا انت اخذت له الكفن تقدم له اياه وهو ما صفح عنك بيقتلك؟ ده اكيد بيقتلك فورا يعني؟ ايوه، لكن بدل في ناس اهل خير اتدخلت، دخل الاستاذ محسن داوود ربنا يسترها معاه، الراجل اتدخل ووفقنا لبعض واعطينا له اللي يرضي ربنا ويرضيه وقدمت له الكفن. طيب انت لما رحت امنت الكفن او قدمت الكفن، ايوه، كان عندك ضمانات انه هم هيقبلوا الكفن؟ يعني كانوا كافلين لك انه انت اكيد هيقبلوا؟ يعني لو يعني الضمان ربنا، هو الضمان ربنا، الضمان ربنا، بس انت كان معك الضمانات ترحت؟ ايوه، يعني لو لم تعطى الضمانات مش لإلك في راجل داخل بيني وبينه؟ ايه، كان في راجل اللي هو استاذ محسن داوود كان يتدخل بينه وبينه. طب ممكن يعني ما كانش في خوف بداخلك انه ممكن؟ ما كانش في عندي خوف خالص بهذه اللحظه انه اوصل لهونيك ويكونوا عاملين لي نوع من الاستدراج لاخذ الثأر مني؟ العلم بقى عند الله، العلم عند الله، لكن انا الراجل اللي هو دخل في الخير وسطينا قال لي خلاص احنا امنا الموضوع وما فيش اي حاجه، وانا اخذت بنفس الكلام بتاعه وتوكلت على الله وقدمت له ويطلب اللي طلبه. طب القاتل وين؟ القاتل كان هربان. وهلا؟ والوقت خلاص رجع، خلاص رجع عايش في القريه عادي؟ عايش في القريه عادي. وفي ضماني انه ما بقى حدا ياخذ الطار؟ الضمان على الله، دايما الضمان على الله. الضمان على بس الله. انا اليوم لما العائله قبلت الكفن منك، أيوة. هل يعني مش ممكن يطلع احد افراد هذه العائله يكون هو منه قبلان بهذه المصالحه ويصفي حساباته مع القاتل؟ ما هو ده في مكان وقت وده في مكان، مش جار بعض يعني. المكان اللي احنا كان جاره، احنا كان لنا بيت جارهم جار القتيل. بعدتوا؟ هي كانت من الشروط؟ ايوه كان من الشروط. من الشروط أيوة. انه انتوا يعني تتغربوا عن الله ينور عليك، عن المنطقه اللي انتوا فيها. ايوه. ورجعتوا شفتوا بعضكم شيء بعد ما قدمت له الكفن؟ ورجعنا، والراجل اللي هو اخو وليد اللي هو ولي الدم راح شهد معانا وابننا طلع براءه والحمد لله. طلع براءه من شو؟ طلع براءه من شو؟ طلع براءه من السجن. كان في واحد مقبوض عليه غير القاتل، اللي هو هو القاتل يعلم بربنا، اللي قتل يعلم به ربنا. اما انا هو واحد من هم ولاد اخويا اتقبض عليه في نفس الوقت واتحبس، فحضر كم جلسه، يعني خد سنتين في السجن. طيب اللي كان هربان وهلا رجع راح للمحاكمه، اتقبض عليه. اللي كان هربان ده كان واخد حكم غيابي. طيب لما رجع وطلع وخد براءه. هو كمان خد براءه. فيعني هو احسن شيء اللي هو اللي بيتعمل ده. هو احسن شيء، بس بالنتيجه في قتيل يعني. بالنتيجه انه الراجل شهد معانا، راح وشهد معانا وغير شهاده. في عفو. نعم، نقول في عفو خلاص. أيوة طالما تم العفو. بس العفو من مين؟ من ولي الدم. لا يوجد حق عام؟ من ولي الدم. هو ما فيش حق عام. في شق مدني وشق جنائي. يجوز التنازل على الشق المدني، لكن الشق الجنائي ده حق الدوله، لا يجوز الدوله. بالظبط. هو يعني اكيد كان في تلاعب في بعض الكلمات ادت لبراءته. بيسموه العدول في القصه كده بتتعامل يعني حتى اسقاط الحق لا يمنع ان ياخذ الحق العام حقه. هو يعني حتى يعني لو انا رحت اسقطت حقي عن الشخص اللي قتل لي قتيل، ولكن يبقى هناك حق الدولي، حق الجنائي بدها تاخده. يعني هو قال مش هو ده، غير يعني قال مش هو ده. هل حصل قبل كده يا سياده اللواء انه احد راح يقدم كفنه وتم قتله؟
لا انا ما سمعتش. شيخ لم يحدث قط. لا هي احنا حصلت عندنا يمكن مرة أو مرتين إن هو تم قتله من أحد أفراد العائلة اللي هو غير راضي. نعم. وبالتالي ما هيدا اللي بيخوف انه لان تم قتله في مكان تقديم الكفن. لا اثناء لا انا بتكلم عن اثناء تقديم الكفن. لا هل تم قتله شي مره؟ لا ما حصلتش دي اطلاقا، ولكن اثناء السير وهو رايح السرادق حصلت، وممكن تحصل في اي وقت حتى من طرف غريب عشان يعمل فتنه. فالامن بيضطر اللي هو يبقى تامين كامل زي ما قال عم الحاج، ان هو بيروح المركز او بيسلم نفسه رئيس المباحث وبيجي في العربيه بتاعه الامن. ايوه متامن، ده الحقيقه يعني ده العرف اللي بيسري كده. حضرتك كبير العيله؟ انا مش كبير العيله ولا حاجه، بس هم دول ولاد اخويا يعني. انت بعمل ايه يعني؟ دول ولاد اخويا وابوهم ميت. حاج بعد اللي شفته هلا قدامك انه الامور انتهت الحمد لله وخلاص، يعني انه عفى الله عما مضى وربنا هو اللي بيحاسب كل الناس. نعم. ليش ما بنوضع حد لهذا الموضوع وبتعمل اللي عمله الحاج ابراهيم بنفس الصيغه وبنفس الاسلوب؟ طب ما احنا متعادلين يا. طب واذا متعادلين هلا لانك متعادلين، لانه متعادلين انه خلينا نوضع حد لهذا الموضوع وننهيه نهائيا. انه شو ناطرين يعني ليروح شخص ثالث لنرجع نفكر بالصلح؟ والله ده حدا تبع إرادة الله سبحانه وتعالى. لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا يجوز للإنسان مهما كان أن يسوف في مثل هذه القضايا أو يؤجل أو يطيل مدد وعمر البلاء، بل يصبر ويحتسب ويحتكم إلى العقل. هو حضرتك الخصومة بتاع الحاج عبد العزيز دي خصومة قائمة، والخصومة بتاعت الحاج ابراهيم دي خصومة نائمة، فلازم تفعيل لجنة الخصومات في المديرية بشأن ان هم يصالحوا ويقرروا. زي بيقول كده الدكتور محمد ان لازم مش هو الحاج عبد العزيز اللي هيتقدم لعزة نفسه، لا لازم لجنة المصالحات هي كلها دور فعال والعقلاء ما بين الطرفين. ان شاء الله. بعد الفاصل تجربة وقصة جديدة، ابقوا معنا. أهلا من جديد. حكاية مصطفى رفعت محمد من البدرشين بمحافظة الجيزة. اصطدم بسيارته الخاصة مع تاكسي، تشاجر مع سائق التاكسي واشتعلت الأمور بسرعة لدرجة إنه قام بقتل سائق التاكسي بسنجة، وتم القبض عليه وقضى مدة عقوبة 5 سنوات سجنا انتهت منذ شهور قليلة، لكنه في نفس الوقت لا يزال مطاردا لأن عليه ثأر، نظرا لأن أهل المقتول لم يصفحوا عنه بعد. تقرير ونكون معه. اللي حصل ان كانت في مشكله، انا كنت بسوق توك توك وبعدين انا ماشي وكان في عربيه قطعت عليها الاشاره، فانا بتكلم مع السواق فحصلت مشاده بيني وبينه. قام نازل انا بطلع قطر تقريبا قاعد يهوشني بيه فانا كان في مفك في التوك توك فانا بهوشه بيه قامت جايه فيه. بعد ما الخناقه حصلت وعرفت ان اللي انا كنت بتخانق معاه ده مات، فرحت سلمت نفسي واتحكم عليا ب5 سنين سجن. بعد ما قضيت عقوبتي وخرجت من السجن فلجأت لأهل الخير عشان يخلصوا الموضوع ده. ان شاء الله هنا الناس كويسه والامور في صدر رحم عن الناس عند الناس يعني، وباذن الله برضه ممكن يخلص بتقديم كفن بتسامح من اهل الناس برضه، يعني من اهل المتوفي. عند ربنا بقول لك مين اللي هيتحاسب عند ربنا؟ انا اللي هتحاسب عنه. لو احسنت تربيته يبقى اجر وصابع عند الله. هنبدا اهل الخير اللي موجودين معانا دلوقتي في الديوان بالتحرك لنهي النزاع اللي موجود،
ونشوف ولي الدم طلباته واللي يرضيه، لان الراجل قضى المده اللي عليه وده قتل خطا يعني مش مقصود. وانا على اتم استعداد، اللي هم عايزينه انا تحت امرهم فيه، وطمعان في ربنا ان هم يعفوا عننا لوجه الله. مصطفى مساء الخير. مساء الخير. يعني شفتك نادم قوي على اللي حصل. طبعا. رغم انه فتره 5 سنوات يعني فتره حكم قليله جدا على عمليه قتل يعني. بس هو قتل خطأ وانا مش مقصود يعني. طلعت انه خطأ. كيف قتلته عن طريق الخطأ؟ يعني انت ما طعنتوش ولا؟ هو ما طعنتوش، هي مش سنجة اصلا، هو الموضوع هو كان مفك ما كانش. نعم. فانا هو كان ماسك قطر، فانا جيت على اساس ان انا بدافع عن نفسي فجت فيها، ما كانش مقصود خالص ان انا اموته يعني. جت فيه فين؟ في بطنه. في بطنه قتلته؟ فهو مات على الفور؟ انا ما اعرفش، انا سبته ومشيت، فبعدها سمعت ان هو مات يعني. ورحت انت سلمت نفسك؟ رحت سلمت نفسي. طيب انت عرفت ازاي انه لسه بيلاحقوك وعاوزين ياخدوا بالطار؟ عشان الموضوع لسه ما خلصش. بس انت عارف ازاي ان هم انه عاوزين ياخدوا الطار منك؟ يعني وصلوا لك رساله مع حد، وصلوا لك خبر مع حد عيلته؟ لا، هو مفيش حاجه وصلت، هي بس الفكره كلها في ان الموضوع احنا بنبعت ناس لاهل الكير بيمشوا في الموضوع، فاحنا عايزين، انا يمكن جيت هنا مخصوص، جيت عشان برضه كان اعرفهم ان الموضوع عايز اخلصه من على تم استعداد اللي هم عايزينه يعني. اصل الموضوع لازم يخلص يعني، وطالما الموضوع ما خلصش يبقى كده في طار. وفي ناس بتروح يعني، اهل الكير بيروحوا له، طب ما حليناش، طب ما كده الموضوع يبقى في طار. هم لما يروحوا لهم بيطلبوا منهم ايه؟ بيقولوا لهم هم عاوزين ايه؟ هم بس بيقولوا ان هم مثلا ممكن يكون عندهم ظروف، استنى شويه، ما فيش، هم ما قالوش اي حاجه غلط يعني، ما قالوش ان هم في نيتنا في حاجه، ما قالوش كل الكلام ده. بس انا بالنسبه لي انا حياتي مقفوله، انا عايز اشوف حياتي يعني، انا مش عارف اعمل اي حاجه، انا عايز اشوف الموضوع ده اخرته ايه يعني. ما عندهمش طلبات؟ هو لسه اهل الكير لما اتدخلوا في الموضوع وقعدوا، فلسه طلبات، ما فيش اي كلام في طلبات ولا الكلام ده، بس هم اللي هم عايزينه الطلبات ديت، هم بس هم يقولوا طلبات اللي هم عايزينه. يعني انت خايف دلوقتي انه ياخدوا الطار منك في اي لحظه؟ هي الخوف، انا مش خايف على نفسي، انا خايف على اخواتي يعني. الفكره كلها انا لو اتاكد ان الحوار عندنا انا الموضوع منتهي خلاص، اما الفكره كلها في ان انا مثلا ليا اخواتي، فمش عارف المشكله ممكن يكون مين السبب فيها، ممكن مين يكون الضحيه فيها يعني. وعرضتوا تسليم انكم تقدموا له الكفن احنا على استعداد اي حاجه هم عايزينها، اللي هم عايزينه احنا تحت امرهم فيه، بس احنا عايزينهم يسامحوا يعني. هو الموضوع اصلا مش مقصود، انا دي خناقه، انا واحد قابلت في الشارع يعني هي دلوقتي بتقولها بسيطه، بس هم خسروا ولادهم، خسروا ابنهم يعني. انا عايز اقول لك ان هي مش مقصوده يا اخي، مش مقصوده، كان ممكن اكون انا خسروا ابنهم يعني انا يعني انت تقول الاب والام بكل بالبساطه دي انه انسوا، انا مش هتكون بالبساطه دي. انا ما قلتش انسوا، انا بقول يسامحوا، انا ما قلتش انسوا. هو مفيش حد بينسى ضناه، مفيش حد بينسى، الدم ما بيتنسيش. انا بقول يسامحوا، خصوصا ان ممكن يكون انا مش قاصد، انا كان ممكن اكون انا، دي خناقه بين اتنين. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده عمره يعني، انا ولا طعنته كذا طعنه، ده هي ضربه واحده هو مات، هو عمره. إذا أنت تتعلل بالقضاء والقدر، ولكن الذي منحه الأجل قال لك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بس أنا ما أقصدش أموته. تقصد أو لا تقصد، هذا يعني يأتي من خلال التحقيقات وهكذا يعني. ما هو لو أنا كنت أقصد ما كنتش خدت 5 سنين. هذا اسمه قتل شبه عمد. لا ما فيهوش شبه عمد خالص. أفضى إلى موت، اسمه شبه عمد. لا ما فيهوش شبه عمد ده خالص، ضربة قضى اليموت ديت ولا فيها شبه عمد، ولا فيها سبق، ولا فيها نية مبيتة، ولا فيها كل الكلام ده. الخطأ بس إيه لما تضرب، عفوا فضيلة الشيخ، لما تضرب شخص مفك من بطنه انت قاصد ايه؟ لا ده هو الضربة، لا الضربة لما يكون ضربة انا اصلا طعن، دي خناقة. في الخناقة ديت كل واحد بيبقى مثلا ما فيش اعصاب فيه، اما الضربة مش النية الموت، لو النية الموت هتديله بدل الطعن كذا طعن.
لو النيه الموت مش هديله ضربه واحده. اما دي خناقه، زي ما واحد بيجي يضرب واحد ممكن يديله بالقلم هو قاصد يموته. هذا فيه الدية فقط، فيه الدية وليس فيه القصاص، لأن القصاص للقتل العمد مع سبق الإصرار، والقصاص ينفذه الحاكم فقط. أما القتل شبه العمد والقتل الخطأ فليس فيهما إلا الدية أو العفو، فمن عفي له من أخيه ولكن هناك آية في القرآن الكريم تتحدث عن الخطأ، عن القتل الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. نعم. يعني ما كان يليق ولا يجوز بأي سبب من الأسباب أن يتعمد الإنسان قتل أخيه الإنسان، لأن قتل الإنسان يساوي قتل الإنسانية. طب ألا ينطبق هذا على ما فعله مصطفى؟ هذا يعني قننت يعني مشكلته على أنه قتل شبه عمد، يعني ضرب أفضى إلى موت. طيب سيادة اللواء، لا تنعطى عقوبة 5 سنين بس، يعني على شو مرتكز هو ممكن حضرتك ضرب أفضى إلى موت، لكن النية هنا لا فيش النية هنا القتل. نعم. فبالتالي استبعد نية القتل أو القتل العمد. ومشاجرة، ما هو حضرتك كل دي عبارة عن إيه؟ مشاجرة عادية تطورت إلى أن هو ضربه بمطوى، لكن النية مش موجودة هنا. يعني القاضي وجد أن يعني كل المعطيات التي توفرت لديه في التحقيقات أنه ما في أي قتل عمد، يعني هذه العقوبة التي يستحقها. بالنسبة للقانون أخذ عقوبته ونفذ عقوبته، يبقى الآن وضعه مع عائلة القتيل. وضعه مع عائلة القتيل يعني وكأن هناك تروي أو تهرب من الرد على المصلحين وعلى سعاة الخير. والله هو لازم يرتضوا بالحكم القضائي، يعني لازم احنا نرجع نقول ايه، ان العادات والتقاليد لازم برضو نحترمها ونقيمها، لكن لازم نلجأ ان القضاء لازم طالما حكم على واحد نرتضي بالحكم بتاعه. ودي الدولة، فلازم ننفذ. والرضا يعني انتهاء القضية، يعني أصبحوا لا حق لهم. نعم. بس بالنسبة لدكتور أحمد، كان عم بيقول فضيلة الشيخ إنه هذه الحادثة ينطبق عليها عقوبة الدية. بالنسبة للأخ مصطفى زي ما قال فضيلة الشيخ تنطبق عليه حالة من الثلاث، إما الدية وإما الكفن وإما التغريب إذا كان مجاور لمنزل لمنزل أهل ولي الدم. ويعتبر التغريب من أهم وأفضل الحالات. ليه؟ لأن طول ما أنت بعيد عني فأنت مش بتثيرني، ما بتعملش الحمية، لأن هو اللي بيقتل ده الدم يا فندم ما فيهوش أخلاق ولا مبادئ. المثالية اللي احنا بنقولها ما فيش النهاردة. اللي عنده دم عامل زي الأسد السعران الجريح، عايز يصيد الغنيمة بتاعته عشان يخلص. هو لا بيفكر في جنة ولا نار، ما بيفكرش في حد خالص. هو كل تفكيره الجاهلية، كل تفكيره الأوغاد اللي هو المعايرات والدنيا والأمور. صح. ففي مثالية ونظرية هذه لا تنطبق على الناس اللي عندهم اللي ليه دم. فبالنسبة لحالة محمد إذا كان هو من نفس البلد فبعد إنه يبعد عن المكان ده أفضل، لأن أنا ممكن واحد يجي يعاير أهل القتيل فهيلاقي القاتل قدامه فيضطر بقى هي لحظة، وبتحصل كتير جدا. على فكرة حضرتك كتير جدا من اللي بنصالحهم عايزين يصطلحوا، كتير جدا جدا جدا، بس مشكلته ان هو بعد ما يصطلح تيجي انت يقولك ده بيستفزني، ده بيترقش، ده بيعدي قدام الباب، ده بيستخف بيا، ده بيستقل. هنحكي تفصيلا في الموضوع. مصطفى، في كلمة معينة بتحب توجهها لأهل القتيل تقول لهم ايه؟ اقول لهم اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم فيه، ودي ربنا اللي يعلم انا ما كنتش اقصد خالص، ولو هتقفوا هتقفوا لوجه الله بس. بعد الفاصل إشارة من الدكتور أحمد ماهر عبد الباسط، قال لي أن تقديم الكفن ليس بالضرورة أن يكون هو نهاية الصراع، لأنه من الممكن جدا أن يأتي أحد من العائلة ويعود بعد فترة ويطالب بدم القتيل مجددا. نستوضح عن هذه الفكرة وآراء أخرى بعد الفاصل، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. في الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة سأتوقف عند أمور ثلاثة. الأمر الأول كما قلت قبل الفاصل أن الدكتور أحمد ماهر عبد الباسط قال لي أنه ليس من الضرورة كل من قدم كفنه إلى عائلة قبلت هذا الكفن وصفحت أن يكون الموضوع قد انتهى، لأنه في حالات ظهر بعد مدة أحد الأبناء، ممكن يكون ابن صغير أو أحد أفراد العائلة، وعاد يطالب من جديد في الثأر وقد أخذ الثأر. سنستوضح من دكتور أحمد حول هذا الموضوع، ولكن القصة الأكبر التي يجب أن نأخذ منها العبر الكثيرة، وخصوصا كلامي هذا أوجهه إلى العائلات التي قتل لها أبناء أو قتل لها أفراد من عائلتها، ونحن نعلم تماما مدى الجرح العميق الذي تسبب لهذه العائلات. ولكن عندما نلجأ إلى الدين وإلى الإيمان وإلى العقل نجد أن الإيمان وقول الله سبحانه وتعالى هو أكبر وأعمق وأهم بكثير من أي ثأر ومن أي عمل بشري أو غريزة بشرية، تماما كما الدكتور محمد زكي الذي عاد من السفر ووجد أو وجد أخوه مقتولا، فما كان منه إلا أن صفح من دون أن يسأل لا عن ثأر ولا عن عقاب. دكتور محمد زكي، يعني أنت من أصحاب التجارب، يعني سمعناك تتكلم. كنت أنا عاوز أسأل السؤال، بعدين انتبهت أنه حضرتك من أصحاب التجارب. كنت أقول أنه من السهل أن نتكلم بهذه الطريقة ونقول أنه الدين يمنعنا وأن الأخلاق تمنع وأن، ولكن لو حصلت معك ماذا كنت فعلت؟ فلأفاجأ بأنه بالفعل حصل هذا الموضوع معك وتصرفت كما أقوالك تماما. ماذا حصل؟ والله أنا كنت في العمرة من يعني في شهر رمضان من مدة 3 سنوات، وجاء الخبر ونحن في مكة، ولكن يعني من كان في صحبتي يعني خبأ عن الخبر حتى نزلت البلد وعندي إحساس إن في شيء حدث، إلى أن فاجأوني بالواقع. في وقتها طبعا يعني أخذتني. ما كانت الواقعة؟ واقعة قتل أخي يعني بعد صلاة العصر مباشرة، وهو يعني يشتري بعض الأشياء من السوق، وحدث يعني عتاب بينه وبين زميل له في العمل. كان لهذا الزميل ابن موجود، فقال له أنت يعني تتكلم مع أبي بطريقة يعني غير لائقة. قال له يا ولدي طيب وأنت أنا وأبوك يعني زملاء وإخوة، مالك أنت؟ فحدث يعني تطاول من الولد مما أغضب يعني أخي رحمة الله عليه، وكان رجلا مسنا، فما كان يعني إلا أن قامت مشاجرة، يعني سقط على إثره أخي قتيلا إثر ضربة بمطوى قرن غزال، بس وتوفي إلى رحمة الله عز وجل. فأنا طبعا أعمل الأمين العام للجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف. يعني كيف يكون وضعي؟ هل أخالف يعني طبيعة عملي ورسالتي وأكون منافقا وأقتص لنفسي وأسأر وأشفي غليلي كما يقولون من خصمي؟ لأن النفس البشرية عادة مهما كانت متدينة لا يرضيها تضعف بغريزتها البشرية إلا أن تأخذ حقها بنفسها. نعم. وأن تنزل بخصمها ما أنزله كيف بها. تصرفت من خلال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله رفضت أن يأتيني أحد معتذرا. لو أنا فعلت هذا حتساوى بالناس، ولكن أريد. كيف حليت الأمور؟
عفونا بدون حتى والله ما ان خلص. يطلب منا احد. يعني بعثت لهم خبر انه نحن انا اعلنتها في صلح كنا صلح آل السلال وآل زعير في مركز ومدينة طهطة، وأنا أصلي من البداري من أسيوط، ولكن جدنا رحمة الله عليه نزح إلى سوهاج. يعني هذه أعلنتها من خلال كلمتي، وأنا أوجهها للناس وأبشركم بأن طهطة بعفوي عن دم أخي ستكون أول مدينة في مصر المباركة خالية من الدم والثأر. الحمد لله. وهذا الكلام بالذات الذي أطلقه فضيلة الشيخ، هذا يجب أن يدخل في عقول وفي قلوب كل واحد منا. يعني أعيد وأذكر مدى الجرح ومدى الغضب ومدى الشعور بالظلم عندما يعتدى على أحد منا أو على أحد أبنائنا أو على أحد أفراد عائلتنا، ولكن دائما يجب في العقلانية وفي الإيمان الذي في داخلنا أن نتغلب على الغريزة البشرية التي تحكمنا وتتحكم بتصرفاتنا، وعندما نستطيع التغلب سنرى كل شيء كما أراده لنا الله سبحانه وتعالى. نعود إلى الدكتور أحمد. دكتور، فاجأتني بالخبرية خلال الفاصل أنه يعني الخبر اللي حكيناه مع الحج إبراهيم أنه قدم الكفن، قلت لي بس يعني قدم الكفن مش معناتها انتهت بالنسبة إلى بعض الأشخاص، لأنه ممكن يجي حدا بالعائلة ممكن يكون ولد صغير بعده منه واعي، هلأ يجي بعد فترة يطالب بالسأر ويرجع ياخذ السأر. نعم، هو طبعا تقديم الكفن هو بيسموه طبعا قتيل مؤقت، بسموه يعني بيسمى قتيل مؤقت. قتيل مؤقت. فالاهل اللي موجودين الحاضرين عفوا وعملوا، لكن ممكن تشاء بعد 20 سنه ولا 15 سنه ولا 30 سنه ايا كان، وحصلت يعني حتى عندنا يمكن لسه في وقت قريب يعني ابناء القتيل طلعوا قتلوا بتاع دهوات، بالرغم ان هو قدم لهم الكفن وقدم لهم الديه وغربهم، يعني طبقت الثلاث حالات في العرف اللي احنا الناس بتعملها، فهو بيعمل. وبالتالي دايما في الصلح اللي ما كانش يتراضى ويتصافى الصغير قبل الكبير، الصلح غير شافي. يعني ما كانش بس اذا كان الصغير غير واعي او غير لا، ما انت بتدركه. يعني احنا عملنا، كنا في حاله من الحالات في احد القرى ان كان ابن القتيل عنده 9 سنوات، خلينا نتقبل الكفن. يعني مكان عمه بس هو ما فيش قانون، يعني مش قانون، يعني ما فيش عرف يقول انه انا عندما اقبل الكفن يعني خلاص، يعني خلاص ما فيش عرف. انا قلت لحضرتك الدم ليس له اخلاق ولا مبادئ، ولكن الموروث، نحن نتكلم عن الموروث. يعني الموروث يعني عيب. يعني كيف الذي يعني عند البعض اني اذا لم اخذ بسأر اخي او ابني او قريبي يعني امام اهلي وعشيرتي، هذا عيب بيتطلب يعني لايه؟ فلازم يعني يكون كمان من يتراجع عن قبول الصلح والكفن كمان عيب، يعني ده بيتطلب نظرة إليه معيبة. بيعتمد على حاجات كتير قوي. أول هام يمكن عم الحاج قال حاجة كويسة جدا، أنا مشيته من المنطقة. أهم شيء طول ما الخصم أنا جبت لك الكفن وأنت محترمني ومفيش استفزاز ومفيش زي ما أقول لك استهتار، خلاص الأمور إيه آمنة مستقرة. لكن إذا حصلت حاجة في أول حاجة زي ما بقول لك كده في شك الدبوس، هياخد يطالبك يقول لك أنا ليه عندك جتيل. يعني التغريب يمكن هي من أهم الحلول. من أهم الحلول حقيقة، لأن طول ما أنت مش موجود قدامي مش هعرف خلاص أنا مرتاح نفسيا ومحدش هيعيرني ويعمل. فالكفن فعلا حتى دلوقتي في بعض الأمور للأسف الشديد بدأ يفقد بعض من معناه، لأن ابتدت حتى النهارده المصاب يقول لك هات لي كفن، ابتدي بعد كده اللي زعلان مع مرته عشان يروحها يقول لك هات لي كفن، مش عارف ايه، ابتدت تدخل في الامور حاجات وقصص امور للاسف الشديد دي اللي احنا بنعاني منها. لكن حقيقه انا كنت اتمنى سؤال من حضرتك اللي هو وسؤال مهم جدا، ازاي نقضي على حالة السار أو نقلل حالة السار؟ يعني لن أسأل السؤال لأنه لا جواب له. لا يعني في أجوبة للأسف أي موروث يبقى في تقليص لحالات السار، تقليص لحالات السار ده اللي هو الأهم طبعا عشان ده موروث وعادات يعني. ده عادات. فتقليص يعني السار إزاي؟ أنا برأيي يعني مع الزمن الثقافة والعلم والتنور أستاذ حضرتك هو فعلا هو في تقليص، يعني يمكن حضرتك انتشر هو الدكتور بيقول ان الصلح تم في تلك الحالة، في وعي أكثر، في وعي. ده دلالة حضرتك ان التعليم والثقافة
في محافظات الصعيد خاصة رفعت من الإدراك أن الخصومات السعرية دي المفروض تضمحل. فبالتالي النهاردة احنا بنقول أن لو في خصومة ما بين أفراد في متعلمين، المتعلمين هيعترفوا بأحكام القضاء ويرتضوا بها. الأهم فالأهم وهو التنمية المستديمة للمجتمعات والتوعية. نعم. ليه؟ لأن ممكن تدخل السجن ويستناك بعد ما تطلع من السجن وياخد حصلت كتير جدا. يعني فهو طالما في تنمية مستديمة مستدامة ووعي حضرتك بتقل. ببداية الحلقة إذا ذكرت كنا رايحين نصور مع أحد الأشخاص اللي هو أمضى عقوبته وبعد ما ورايحين نصور معه بخصوص هذه الحلقة. نحن وفي طريقنا للتصوير أبلغنا أنه ما بقى تكملوا لأنه قتل، يعني انتظروا ليخرج. احنا لسه من 3 شهور عندنا حالة خد 25 سنة مؤبد وطلع وما قعدش 3 أيام للأسف. فللأسف الشديد. دكتور أنا بدي أتشكرك فضيلة الشيخ، بدي أتشكرك سيادة اللواء، بدي أتشكرك، بدي أتشكر كل الحالات اللي معنا. شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على خير.